السلام عليكم. النهاردة هنعرف ازاي نعمل جيلي الفراولة. معانا اللي هي العلبة دي، اللي هي دريم. تمام، ان شاء الله حاجة بسيطة ان شاء الله. خليكم معايا. هنجيب الجيلي وهنحطه في صينية واسعة. يستحسن تكون صينية يعني غويطة شوية. تمام، زي دي كده. بعد كده هنحط كوباية مية مغلية زي كده. بعد كده عايزين نضيف سكر، ممكن نضيف سكر. انا هضيف معلقة سكر عشان تبقى مسكرة واحنا بناكلها. نحط معلقتين سكر من اللي هي الصغيرة دي، اللي هي معلقة الشاي. بعد كده هنقلب. نقلبها كويس طبعا. خلي بالنا عشان متوقعش مننا. تالت معانا شوية. هنيجي نجيب كوباية مية باردة، كوباية مية سخنة من الحنفية، ونروح نحطها عليها. تمام، وهنقلب تاني لغاية اما تدوب معانا خالص. خلصها وارجع لكم تاني. بعد ما قلبناها كويس وخلصناها خالص، هنصبها في اطباق، في كوبايات، مش هتفرق. تمام، انا هصبها في كوبايات. تمام، لو عندكم اطباق من اللي هي بتاعت المقلبية دي او بتاعت رز بلبن، بتصب فيها عادي. خلاص، لو في حاجة متخصصة للجيلي بتتباع، ممكن تجيبوها وتحطوا فيها عادي. خلاص، انا هصبها وارجع لكم تاني. وبكده يبقى خلصنا. عملنا النهارده جيلي الفراولة. تمام، وجيلي المشمش. انا الجيلي المشمش ده انا كنت عامله قبل كده. تمام، نفس الحكاية، نفس حكاية جيلي الفراولة كده برضه. زي ما عملنا جيلي الفراولة نعمل جيلي المشمش. تمام، يا رب يكون الفيديو عجبكم. شكرا ليكم، وممكن دعم بس بلايك واشتراك في القناة وضغط على زر الجرس. شكرا.